السلام عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. النهاردة هناخدكم في جولة نشوف فيها آخر التطورات اللي تمت على كوبري 45 الدولي اللي هو بيتقاطع مع مصطفى كامل. زي ما هنشوف الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده، الطريق اللي هو جاي من البحر من 45. آخره هيبقى بداية الطلعة بتاعة الكوبري. طلعت الكوبري دي اللي رايح الدولي الساحلي هيطلع الكوبري هينزل ناحية الدولي الساحلي على طول، مش محتاج ان هو يلف من اي حتة. في نازلة برضو من نفس الوصلة هتودينا للمنتزه والمعمورة والمندرة، هتودينا يعني لطريق المنتزه والمندرة والمعمورة وابو قير والملاحة والحتت دي، اللي هيكمل في مصطفى كامل. تمام. زي ما احنا ماشيين، لو احنا هنكمل زي ما احنا ماشيين على يميننا زي ما مكتوب كده المتجه الى ميدان الساعة وقادم من البحر و45 وعبد الناصر. احنا لو كملنا من الطريق ده هيودينا لغاية ميدان الساعة زي ما احنا شايفين كده. على شمالنا اخر التطورات والاعمدة اللي موجودة وابتدوا يصبوا الارضيات وبيكملوا بقية الشغل. اما الاتجاه اللي هو لسه في 45 اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية ده، لسه بيعملوا الاعمدة، لسه الخوازيق بتتم عملها والكلام ده لسه ما بانش فيه اي جديد. لكن اللي باين فيه جديد اللي هو الشارع بتاع مصطفى كامل والشارع بتاع الدولي الساحلي. هنشوف مع بعض زي ما احنا شايفين في الفيديو. طبعا ده كده اتجاه اللي احنا رايح الساعة. هناخد اليوتيرن زي ما احنا شايفين كده. اليوتيرن ده هيرجعنا تاني الطريق في برضه في مصطفى كامل اللي رايح اتجاه المندرة والمنتزه والمعمورة، ده اللي هيبقى جاي من الساعة ورايح الحتت دي. لو خدنا الكوبري علوي زي ما احنا شايفين، ده اللي هيبقى علوي هيودينا لغاية 45 وطريق البحر. تمام. اللي هو الكوبري، طلعت الكوبري اللي على شمالنا دي برضو هتودينا لغاية 45 والبحر. ده اللي جاي من الساعة برضو بدل ما يلف هياخد الكوبري هينزل ناحية 45 والبحر. تمام. لكن اللي تحت الكوبري زي ما احنا شايفين كده الطريق ده يودينا للمعمورة والمنتزه والمندرة، ده اللي هيبقى جاي من الساعة وهيبقى هيكمل تحت الكوبري. ده هيكمل في طريقه زي ما هو المنتزه معمورة والملاحة وكده. زي ما احنا شايفين برضو الأعمدة شغالين برضو هم فيها. ده الطريق اللي هو هيبقى جاي من الساعة او الكوبري دي، ده طلعت الكوبري اللي هتبقى جاية من الساعة. هتبقى انت وجاي من الساعة عايز تنزل 45 والبحر هتنزل 45 والبحر. تمام. هنيجي بعد كده للدولي الساحلي، هنكمل معاكم الفيديو بس هو الفيديو بيوضح لنا الطريق. لغاية دلوقتي احنا في شارع مصطفى كامل، مكملين معاكم في شارع مصطفى كامل، وهيجي بعد الفيديو ده الطريق الدولي الساحلي. الطريق الدولي الساحلي بقى هيبقى احنا جايين دلوقتي من الدولي الساحلي. هو الكباري دي عبارة عن مستويين، مستوى علوي ومستوى يعني مستويين علوي. مستوى علوي عادي ومستوى علوي مرتفع. العلوي العادي ده اللي هيبقى طلعته من عند 45. العلو المرتفع ده اللي هيبقى من الدولي الساحلي. هنشوف مع بعض دلوقتي الأعمدة هتبقى أعلى من المستوى بتاع 45 عشان يتقاطعوا مع بعض، وكل واحد يعني كل كوبري يوديك في الطريق اللي احنا اتكلمنا عليه. يعني زي ما احنا شايفين هيقابلنا دلوقتي في طلعت الكوبري دي هتاخدك من الدولي الساحلي هتنزلك على 45 على طول. الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده
ده الدولي الساحلي، ده نهايته عند 45 او الاسدين زي ما الناس عارفة. لو كملنا في تحت الكوبري هيكمل لغاية المنظرة والمنتزه والمعمورة، برضو هيخش شارع مصطفى كامل، هيكمل معانا المنظرة والمنتزه والمعمورة. لكن لو طلعنا الكوبري اللي على شمالنا ده، الكوبري ده هيبقى المتجه ل45 والبحر وقادم من الدولي الساحلي زي ما احنا شايفين كده. هيكمل زي ما احنا شايفين كده بالظبط الاتجاهات. الكوبري ده اعلى في الارتفاع من الكوبري التاني اللي هو جاي من 45. هنشوف في اخر الطريق دلوقتي، هنشوف الارتفاع بتاع الكوبري بيبقى عالي ازاي عشان يبقى اعلى من المستوى التاني اللي هيبقى جاي من 45، عشان دي هيحصل فيها تقاطعات. تمام، زي ما احنا شايفين برضو، زي ما احنا لسه في الطريق. لو بصينا كده شوية هنلاقي المستوى التاني على شمالنا برضو جنب الكوبري الأعلى ده المستوى ده اللي هيبقى جاي من 45 ونازل على الدولي، ده المستوى السفلي ده. لكن العلوي ده هيودينا ل45 والبحر، وهيبقى آخر الطريق ده طبعا شارع مصطفى كامل ونزلة الكوبري اللي هتودينا على المنتزه وابو قير والمعمورة، ده اللي هيبقى جاي من 45 ومن البحر هينزل على طول على المنتزه والمعمورة، مش هيحتاج ان هو يلف. زي ما احنا شايفين اهو اخر الطريق. لو تلاحظوا هتلاقي الكوبري هنا او الاعمدة بتاعت الكوبري اعلى في المستوى من الكوبري التاني اللي هو قصادنا اللي في اخر الشارع. تمام، زي ما احنا شايفين اهو الكوبري. الكوبري اللي في وشنا بقى ده اللي هيبقى جاي من 45 والبحر وجمال عبد الناصر ونازل من ناحية المنتزه والمعمورة والمنظرة، هيتقابل مع اللي جاي من الساعة، وبرضو نازل في الاتجاه بتاع المنظرة والمنتزه والمعمورة. تمام، وادينا منتظرين بقية الانشاءات ان شاء الله ويكمل على خير. هيفك ازمة طبعا كبيرة، لان طبعا كانت الناس الاول بتلف من الملف اللي احنا شايفينه ده، بتتعارض بقى مع المشاريع والتكاتك وكل الكلام ده كله. هيفك ازمة طبعا ان كله بيجي يلف من هنا، اللي عايز يخش 45 واللي عايز يرجع على الساعة نفس الفكرة برضو، اللي عايز يخش الدولي برضو كان بيلف من ملف كده قدام. فهيحل ان شاء الله ازمة، ونشوف ان شاء الله مع بعض في الايام اللي جاية ايه اللي هيتم، وهنتابع معاكم باذن الله. نتمنى ان احنا نكون بنقدم لكم كل جديد. تابعونا ودعمونا، وبنشكركم ان احنا وصلنا ل 700 متابع. نتمنى نكملهم 1000 وال2000 لغاية ما نوصل ان شاء الله للمليون. بنشكركم على دعمكم، نستمر دايما معاكم ونقدم لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.